وتتصالح مع دول الضد، ولا تريد المصالحة مع أبناء شعبه. وقبل أسبوعين جلالة السلطان العماني أصدر عفو عن جميع السياسيين. إذن الأمور واضحة، ولو فيه شمس بانت من أمس. علينا أن نتوقف عن استمرار هذه المساومات مع الطرف الحكومي أو أي طرف آخر، ونقوم برفع هذا القانون من اللجنة التشريعية إلى المجلس، ويتم التعامل وياه وفقا للمادة 75 من الدستور، ويرفع هذا القانون لسمو الأمير، وسمو الأمير يتعامل مع هذا القانون وفقا للمادة 65 و66 و75 من الدستور، وأيضا نتعامل مع هذا القانون وفقا للمادة 66. استمرار المساومات هو ضياع لقضية العفو وابتزاز للنواب، ويؤثر على جميع القضايا الأخرى. إذن الحل الوحيد هو اتباع الطرق الدستورية للعفو، وهذا الكلام أكده، لأن لا يمكن أن نقبل أن تبتز الحكومة أعضاء مجلس الأمة وتهمل الشعب. لا، ناخذ إجراءاتنا الدستورية، سمو الأمير عند القرار. أما نقعد تسب 4 سنوات، يبتز الأعضاء طرف، تبتز الحكومة، تساوم وياه، لا، أنا أطالب جميع الأخوة الأعضاء باتخاذ الخطوات الدستورية وإصدار قانون العفو. وهذه صلاحيات دستورية سجلها آبائنا وأجدادنا وكبار رجالات الكويت بتوافق مع الأسرة الحاكمة على نصوص الدستور. الأمر الآخر تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء.